ومعايا اسبري للشعر طبيعي 100% من 3 مكونات بس، موجودة في كل بيت. إن شاء الله هيعيد إنبات الشعر، وكمان هيمنع التساقط، وكمان هيطول شعرنا. وده حمام كريم هندي طبيعي 100%، هيرطب شعرنا وإن شاء الله هيخليه مثل الحرير. ويا رب اللي يشترك في القناة ربنا يرزقه بحج بيت الله الحرام، اللهم أمين اللهم أمين. السلام عليكم أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أسماء وتجربتي بنفسي. معايا أول حاجة في المكونات هنحط كوباية مية، وده 7 حبات من القرنفل يعني المسمار. المية اللي احنا هنحطها لازم تكون مفلترة أو مية معدنية زي ما قالت الدكتورة مروة إمام، لأن الوصفة دي فعلا أنا بنسبها للدكتورة مروة إمام، ربنا يجازيها كل خير، اللهم أمين اللهم أمين. فأنا طبعا لو ما عنديش فلتر أو أنا مكسلة إن أنا أنزل أشتري مية معدنية، أنا عن نفسي مسكت المية ورحت غلياها وسبتها لما تبرد، بعد كده استخدمتها في الوصفة. حطيت معلقة كبيرة من الحلبة الحصى، وكمان معلقتين من الرز المصري، معلقتين الكبار، و7 حبات من القرنفل. لو عايزين تحطوا أكتر بس حطوا عدد فردي. وهديت النار على الآخر جدا جدا، وغطيت الحلة علشان تعمل لي أحلى اسبريه من الوصفة اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض. هنهدي النار جدا جدا علشان ناخد الاسبريه اللي احنا عايزينه ده. الاسبريه ده ان شاء الله هيعيد انبات الشعر، وكمان هيمنع التساقط، وكمان هيطول شعرنا بأمر الله. انا عن نفسي جربت الوصفة وما شاء الله كأنك حاطة كده زيت جوز الهندي فعلا بيرطب الشعر بيخليه جميل جدا. وكمان هنرجع الوصفة بعد ما صفينا شوية المية اللي كانوا في الأول بعد الغليان. هنحط طبعا كوباية مية تاني، وهنهدي برضو النار لحد لما الرز معانا يستوي، الحلبة الحصى، وكمان القرنفل. كده معانا خلاص استوى بقى معانا 100%. بعد لما استوى الخليط ده معانا بكوباية المية، هنطفي عليه النار، وهنسيب الحلة متغطية لحد ما الخليط يبرد معايا، علشان طبعا يكون استوى معايا 100%. وهنضربه في الخلاط او في الهاند بلندر ايا كان. وهحط مثلا ربع كوباية مية او تلت كوباية مية علشان اعرف اضرب الخليط في الخلاط كويس. ومعايا فردة من الشرابات الناعمة اللي احنا بنلبسها دي. هنجيب معايا كده نظام برطمان او ايا كان اللي عندكم، واروح ملبسة فيه الشراب كده، واحط فيه الخلطة بعد ما ضربتها في الخلاط علشان اصفيها تماما. شايفين قوام جميل جدا جدا، حمام كريم هندي طبيعي 100%. يعني احنا مش هنخسر فلوس كتير، بس احنا عايزين اللي احنا ما نكسلش. واحنا في الصيف يعني الجو مش ساقعة، هنتحمل طبعا اللي احنا نحط الوصفة دي على شعرنا. وكمان الناس اللي بتروح البحر كتير وبتنزل المية المالحة الشعر طبعا بيبوظ. والناس اللي بتمشي بشعرها والشمسة بتشوف شعرها، الشمسة بتقصف الشعر، وكمان بتبهدله بصراحة. فاحنا لازم نغطي شعرنا، وكمان نستخدم الوصفة الجميلة. وخصوصا الحمام الكريم الهندي ده رائع يا جماعة الخير. شايفين الشراب كل حاجة بفضل الله اتصفت وبقت تمام التمام. والحبة الباقيين دول طبعا احنا هنرميهم هنتخلص منهم، لان احنا خلاص مش عايزينهم. شايفين القوام ما شاء الله والطراوة والنعومة. وعلى فكرة انا بصيت لشعر بنتي لقيته فعلا الشعر كان لونه اسمر، حسيت كده اللي هو الشعر بقى لونه فاتح، يعني كمان بيدينا كده لون بني كده، مخلي لون الشعر جميل جدا. وما تقولوش اللي احنا شعرنا ابيض وهنحط الوصفة علشان شعرنا يلون، لا انا بتكلم على الشعر الاسمر او الشعر مثلا الفاتح ايا كان، فبيدي كده لون للشعر وطراوة. ونستخدم الوصفة الحمام الكريم ده
مرة كل أسبوع. أما السبراي اللي احنا شايفينه اللي هو ده لازم نستخدمه الصبح وكمان بالليل، علشان احنا عايزين نعيد إنبات الشعر، وكمان نمنع التساقط، وكمان نطول شعرنا. فاحنا لازم السبراي ده نستخدمه مرة بالصبح ومرة بالليل. أما حمام الكريم يعني احنا ممكن نستخدمه مثلا مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع كفاية. بس احنا حمام الكريم ده هنحطه على الشعر نفسه، مش على فروة الشعر، خلي بالكم. لكن السبراي ده هنحطه على فروة الشعر نفسها.